مرحبا، أنا إبراهيم من غزة. اليوم جبت لكم فيما يتعلق عن الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان أو بنود الاتفاق. حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى الموجودة في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد إسرائيل. دولة الكيان في المقابل لن تقوم بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك على الأرض، في الجو وفي البحر. إسرائيل ولبنان تعترفان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وكذلك هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس. القوات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان ستكون الجماعات المسلحة الوحيدة المرخص لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات في جنوب لبنان. أي بيع وتوريد وإنتاج أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية. وأيضا في بنود الاتفاق سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المشاركة في إنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة في الأسلحة، وسيتم تفكيك كافة البنية التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تفي بهذه الالتزامات. وسيتم تشكيل لجنة تكون مقبولة لدى إسرائيل ولبنان وتقوم بمراقبة ومساعدة ضمان تنفيذ هذه الالتزامات. إسرائيل ولبنان سيبلغان اللجنة واليونيفيل عن أي انتهاك محتمل لالتزاماتهما، وسينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على كافة الحدود والمعابر والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية الموضح في خط الانتشار. إسرائيل سترسل قواتها بشكل تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يوما، وستعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها. أنا إبراهيم من غزة، اعمل لي متابعة للمزيد ويعطيكم العافية.